عمرك في يوم سألت نفسك ايه اللي بيحصل في جسمك لما بتاخد مسكن للألم؟ أنا رفيق عادل وانتوا بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. لما بناخد مسكن للآلام اللي بيحصل في جسمنا حاجة معقدة شوية، بس هحاول أبسطها لك. لما جسمك بيتعرض للألم زي الصداع أو ألم الأسنان بيفرز مادة كيميائية اسمها بروستاجلاندينز، والمادة دي بتبعت إشارات للمخ وبتقول له إن في المنطقة دي في مشكلة، والمخ بياخد الإشارة ويبتدي يحس بالألم. وهنا يجي دور المسكن. والمسكنات بتشتغل على محورين. المحور الأول إنها بتمنع الجسم أصلا من إصدار مادة البروستاجلاندينز، أو بتأثر على المخ بحيث إن هو ما يحسش بالوجع. وفي أنواع كتيرة جدا من المسكنات زي الإيبوبروفين وزي الباراسيتامول وزي الأسبرين، وكل واحد منهم بيشتغل بطريقة مختلفة، بس النتيجة في الآخر بتكون واحدة، إن الألم بيختفي أو بيقل. يعني مثلا لو عندك وجع في أسنانك ناتج عن التهاب، المسكن هيسكن الألم لكن مش هيعالج الالتهاب نفسه. وبالتالي ناخد بالنا وما نكترش من استخدام المسكنات بدون استشارة طبيب، لأن في بعض الأوقات بيكون ليها آثار جانبية. في النهاية المسكنات بتعتبر نعمة بتخلينا نقدر نعيش يومنا من غير ألم، لكن لازم ناخد بالنا كويس قوي واحنا بنستخدمها بحذر وتحت إشراف طبيب. أشوفكم على خير.